يقول بكت وندبت الحسين إلى أن كف بصره. فعندنا روايتين في وفاة أم البنين سلام الله، في شهادة أم البنين. الأولى يقال بأنها استشهدت في 64 للهجرة، وفي رواية بأنها شنو 61، يعني نفس السنة اللي استشهدت فيها من؟ السيدة زينب سلام الله عليه، يعني بنفس السنة. بعض الأعلام يقول أنا أميل لل61 وأستبعد شنو؟ ال64. ليش؟ بعد علم ان رواية ال64 بعضهم يأكدها، يقول أصلا لو تقرأ السيرة تجد أن جل نساء أهل البيت وبما يتعلق بشنو؟ بالزوجات وإلى آخر، جلهم ماتوا في سنة 61، يعني أكثرهم. السر في ذلك لأن 61 يقولوا بعد مصاب الحسين كثير من النساء ماتوا حزنا على الحسين سلام الله عليه، ماتوا. ولذا شوف عقيدة بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه ما طولت بعد الحسين شنو؟ بسنة ودعت هذه الدنيا. وكثير من النساء كلهم 61 من عظم مصاب الحسين سلام الله عليه. يقولون أم البنين أصلا ما يتصورون أن هي وصلت إلى 64، بعضهم يتوقعون أنها ماتت في بعد أن وصل لها خبر موت الحسين سلام الله عليه. بكت وندبت الحسين إلى أن كف بصره ودعت هذه الدنيا. نجي إلى السر في ميول الشيعة الإمامية حول شنو؟ حول أم البنين سلام الله عليه. الآن في شبهة رائجة في وسط المجتمع الشيعي حول قضية أم البنين. الآن ليلة الجمعة الجاية هي ذكرى شهادة أم البنين سلام الله عليها، من تجي وتقرب إلا بدأوا الذين لا يهنؤون إلا لابد أن يزرعوا من هنا وهناك بعض الشبهات. زين تعال أنتوا لويش هالمآتم والنذور؟ الآن أنت لما تيجي تسألني مثلا تقول لي شيخنا أنت أي أكثر مآتم قريت، على أم البنين لو على الزهراء عليه السلام؟ أقول لك ما في مقارنة أصلا. أقول لك ملايين القرايات على أم البنين. الزهراء قليل ما شنو نقرأ عليها إلا في لياليها وأيامها. زين شيخنا هذا مو خطأ، أنت تلاحظونه مو خطأ عليكم كذي؟ يعني تلاحظون أن تقدمون أم البنين سلام الله عليها، تعقدون النذور أكثرها لأم البنين، المآتم لأم البنين، السفرة لأم البنين كذا، مو الأولى الزهراء سلام الله عليها من شنو؟ من أم البنين. هذه ترى شبهة، والطرح هذا الطرح فكر مخالف. الآن أسألكم بالله أي أفضل، رسول الله أم الحسين سلام الله عليه؟ اهتمامنا أكثر برسول الله ولا الحسين؟ فإذا لماذا نهتم شنو بالحسين أكثر؟ ولماذا نهتم بأهل البيت شنو أكثر؟ الاهتمام هذا بحد ذاته هو شنو؟ اهتماما برسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وآله الله شنو؟ في أهل البيت. يعني جاي شنو؟ الآن كثرة المآتم، خلي حكايتنا احنا طلبة العلم والمعممين وكذا خليه على الكتر. رد الشبهة بجيب لك واحدة شنو؟ واحدة لا تقرأ ولا تكتب ولا كذا وجاوبت على هذه الشبهة، هي والدتي لا تقرأ ولا تكتب، ما عندها إلا آية حسين ومصحف، ما عندها إلا الحسين. أقول لها والدتي 40 سنة من فتحنا عيوننا على هالدنيا وانت ما عندك الا شنو؟ ام البنين، انظر لام البنين، سو ماتم لام البنين كذا. زين اسال السؤال جاوبين عليه. قالت لي ايه؟ قلت لها اي افضل ام البنين ام الزهراء عليه السلام؟ قالت لي هذا السؤال طالب علم يساله. قلت لها ايه ما يخالف جاوب. قالت لي لا، افسخ عماماتك والبسها وانا اجاوب. شو هالحكايه؟ احد يسال اي افضل ام البنين لو الزهراء؟ أم البنين خادمة عند الزهراء، خادمة. شو قاعد تحكي أنت؟ قلت لها يعني شو تشوفين في الزهراء؟ قالت الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، لا تجيب مقارنة، ما تجيب مقارنة. قلت لها طيب ما دام أنك تعترفين بأن الزهراء هي أفضل وكذا، مو الأولى شوي النذور
للزهراء أكثر، المآتم أكثر، زين السفرة لأم البنين أكثر، مو الأولى ذلك. والله قالت لي حكاية قطعت قلبي. قالت اسمع يا ولدي، ترى نحن ما سوينا لأم البنين لأنها سوت للزهر، ولو ما سوت للزهر احنا ما سوينا لها. شوف، لأجل عين تكرم ألف عين. أم البنين ترى هي التي علمتنا ما معنى الإخلاص والوفاء شنو؟ للزهراء سلام الله عليها. أم البنين سلام الله عليها هي التي تعلمنا ما معنى التضحية والفداء للحسين شنو؟ وآل الحسين. مهما بذلنا وما بذلنا من عقد النذور والمآتم، حتى لو كانت أكثر من الزهراء سلام الله عليها، هذا لا يغير في المعتقد شيء بأن الزهراء سيدة نساء العالم. ما غير. لما تيجي تسأل أطفالنا على كثرة المآتم لأم البنين سلام الله عليها، غير في معتقدنا؟ ما غير، إلا بالعكس. هذه هي التي زادت عقيدتنا شنو؟ في الزهراء والحسين سلام الله عليه. ولكن هنا في سر آخر، بأن لماذا كثرة ذكرى أم البنين؟ الآن أنا أسألك سؤال، أي أفضل، السيدة خديجة لأم البنين؟ بل بعض أساتذتنا في البحث الخارج يرى أن السيدة خديجة أفضل حتى من السيدة زينب. بعضهم يرون هالشكل، بأن السيدة خديجة وما أدراك ما شنو ما السيدة خديجة. أي أفضل، أم البنين لو فاطمة بنت أسد؟ بلا شك ولا ريب، فاطمة شنو؟ بنت أسد. هؤلاء لماذا لا يذكرون وأم البنين تذكر أكثر منهم؟ ليش؟ ذيل أفضل من أم البنين، لماذا؟ السر في ماذا؟ السر في القضية الخالدة. من هو القضية الخالدة؟ الحسين. فأي شيء يرتبط ويتعلق بالحسين يخلد ذكراه. بسبب شنو؟ بسبب على أن أم البنين مرتبطة بقضية شنو؟ قضية الحسين، وقضية الحسين شنو؟ خالدة. الآن كم واحد وكم قد قرأ مقتل الحسين؟ كم من وكم؟ ايش معنى عبد الزهراء؟ لويش إلى يومنا هذا في كل سنة يشغلون شنو؟ شيخ عبد الزهراء. إلا هو، إلا ماذا شنو؟ هو غيره. ارتبط خلاص، مقتل عبد الزهراء ارتبط شنو؟ بالحسين، واسمه خالد إلى يومنا شنو؟ فكل شيء يقترب من الحسين شنو؟ يخلد. والله افتخرت يا أم البنين، وعندك ولد يسطي على البين. يا ليت جبتي مثله اثنين في كربلاء ينصروا الحسين. حقيقة ان حيدر ورث اولاد، فرسان واحد هم ما ينقاد، نزلوا على جيش بني زياد والكل منهم بالفضل صار. هذه المرأة العظيمة الجليلة أم البنين، أولادها يدخلون عليها، شافتهم، ايش عندكم أولادي؟ 4 أقمار داخلين عليها، ايش عندكم؟ الناس الليلة نيام، ايش عندكم؟ قالوا أما نذهب لنصرة الحسين في كربلاء، جايين نودعك. سمعت كربلاء أو طرب قلبها، قالت يا أولادي لو رديتوا علي. أنت بتروحون كربلاء؟ اسمع وش تقول هالعظيمة، تقول يا أولادي لو رديتوا علي، وحسين ظل فوق الوطي، وزينب بنت علي راحت سبية، أنا ذمة الباب لكم للمنية. التفتت إلى قمر بني هاشم، ايش قال؟ أوصيك يا عباس يا حامي الضعينة، والليث ما يحتاج يتوصى بعرين. أذكر أبوك المرتضى باخر انفاسه، وصاك بالحرة بعد من صاب راسه، وانت بطل ما حد بلغ شدة
انتم راسه معلوم زينب صارت بايد امينه. ولدي واعرفك زين يرهب منك الباس، غيره وشجاعه ومرجله وايثار واحساس. ما ظنت حد العقيله اليوم يندرس والضيغم العباس بتره بيمين. عباس اريدك دوم خادم للعقيله ومحملها لا حد ينظره وانت كفيله. طلعت عزيزه وياك لا ترجع ذليله، ليكون اسمع عن خدرات كين. قالها البطل عباس والبتار بيده يما انا مذخور للمحنه الشديد، واللي ابوه المرتضى الشداد عيده، وعباس سبع القنطره اللي تعرفين. والله لا ضيق بالمصارع سعة البرور، صولات تسمع العساكر نفخة الصور، وكل يوم اخلي الدغر يذكر يوم عاشور ويخضع الى العباس حماي الضعين. يما البنين بزينب توصين عباس، وزينب عقيلة آل هاشم خيرة النار. تاج وحالات التاج يتخلى على الراس، يا يما لا توصين بالدرة الثمين. باكر يا يما تسمعين اخبار لطفو، ويا ليت عاشر تحضرينا وعينك تشوف ولدك نجلها على النغر مقطوع الجفوف، والعمد فاض خامته وساطي جبين. وحسين ما تنوصف يما حالة حسين، ينكسر ظهره من يشوف السخف بالعين. محتار يرجع بالكسيرة للصياوين، وزينب تنادي كافل يا حسين وين. واللي تهون حالتي حالة المظلوم، قلبه الضامي يصوبونه بسخف مشوم ويوقع على التربان، كل ما حاول يقوم وزينب تنادي الغول يا خويا انولين. والله حساب ابني البتول يموت عطشان، وصدره الطائر يستوي للخيل ميدان، وراسه الغالي تشوفه زينب فوق الاسنان، وتصيح يا عباس وينك ما تجين. اخوة يا معباس يا امي البنين، نخوة يا معباس يا امي صوتكم، نخوة يا معباس يا امي البنين، نخوة يا معباس يا امي، ما اسمع صوتكم، نخوة يا معباس يا امي البنين، نخوة يا معباس يا نخوة يا معباس يا امي الاربعه، نخوتي بذيك المصيبه الفاجعه،
نخوتي بذاك البقاع المشرعة بالقمر انخاج وبذبح الحسين بالقمر انخاج وبذبح الحسين صوتك نخوة يا معباس يا ام البنين نخوة يا معباس يا ام البنين حضرة ام البنين نخوة يا معباس يا ام البنين نخوة يا معباس يا ام البنين نخوة يا معباس بحسين الشقيق بالبقى مذبوح واسفه من الوريد باللي ضلت جدته فوق الصعيد جيتك انا واعرفك ما تخيبين جيتك انا واعرفك ما تخيبين نخوة يا معباس يا ام البنين نخوة يا معباس يا اعلى صوتك نخوة يا معباس يا ام البنين نخوة يا معباس يا ام البنين اي نخوة يا معباس جيت بطلبتي وانتي بس اللي تمسحي دمعتي جيتك انا وانظري لحالتي انتي باب الله وفرج للتائهين انتي باب الله وفرج للتائهين نخوة يا معباس يا ام البنين نخوة يا معباس لا تنسوا مرضاكم نخوة يا معباس يا ام البنين نخوة يا معباس يا ام البنين جيتك انا واحمل بقلبي الخموم وانتي ذخري وما يخمن اللي يلوم انتي كعبة وقلبي حالك ظل يحوم وجيتك بهمي واريدك تنظري جيتك بهمي واريدك تنظري نخوة يا معباس يا ام البنين نخوة يا معباس يا ام البنين حاجة عندي ومعضلة وجيتك عطوب واقسم انا عليك وبحق الجفوف باللي ضل عريان في وسط الطفوف بالدماء اللي طلعت بطبر الجبين بالدماء اللي طلعت طبر الجبين نخوة يا معباس يا ام البنين نخوة يا معباس يا ام البنين كم مريض الليلة ينطر نظرتك كم مريض الليلة ينطر نظرتك ويعتقد من ينتخي في جيتك مو عجب من يشفي والله بحضرتك كم مريض الليلة ينطر تحضنين كم مريض الليلة ينطر تحضنين نخوة يا معباس يا ام البنين نخوة يا معباس يا ام البنين طالب الذرية يا مبابك هجا ويعرفك ما تخيبينا من بجاه واحنا ندري تسمعينا من حجاه تعطفيني عليه يا قلبي الحنين تعطفيني عليه يا قلبي الحنين نخوة يا معباس يا ام البنين نخوة يا معباس يا ام البنين نخوة يا معباس باللي ضل سليم ما إلي غيرك ترى والله طبيب ونعتقد في
طلبتك الله المجيب، تمسح بجفك علينا رايدين، تمسح بجفك علينا رايدين. نخوة يا ام عباس يا ام البنين، نخوة يا ام عباس يا ام البنين، نخوة يا ام عباس غيرك من إلي، فدولك أمي وأبويا وكل هلي، يكفي انتي خادمة بحضرة علي، واحنا جينا لك حرة طالبين، واحنا جينا لك حرة طالبين. نخوة يا ام عباس يا ام البنين، نخوة يا ام عباس يا ام البنين، نخوة يا ام عباس يا أم البنين. سيدتي مولاتي، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. إلهي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، إلا ما قضيت الحوائج ويسرت الأمور وشافيت المرضى وفككت قيد الأسرى ورزقت المحرومين بالذرية ووفقت أبناءنا بأعلى الدرجات جماعة الحاضرين. اللهم احفظهم فردا فردا، وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين، خصوصا المسببين لهذا المأتب الشريف. اللهم اطل في أعمالهم ووسع في أرزاقهم، واحفظهم واحفظ من يلوذ بهم يا رب العالمين. والفاتحة إلى أرواح موتانا موتاكم ومن مات على الإيمان، تسبقها بأعلى أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد.